اهلا بيكم حبايب قلبي، وكل سنه وانتم طيبين. انا بشارككم اول يوم العيد. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. طبعا قلت اشارك معاكم فطارنا اول يوم العيد. فطار اول يوم عيد الاضحى. قلت بقى ايه اغير شويه. دايما بنعمل فته ولحمه مسلوقه وكده. فطبعا هنا كانت اللحمه لسه ما خلصتش، فكنت انا جايبه مفروم، عملت منه عصاج، وعملت منه الوصفه الجميله اللي هي شبه الكبيبه الغمراوي، بس يعني هي كفته كده ايه، شبه الكبيبه. فطبعا ايه عملت، جبت حوالي ربع كيلو لحمه مفرومه، حطيت عليه حوالي ربع كيلو رز مغسول وبحاله كده حصى، وحطيت عليه ربطه مشكله كده، بقدونس على كزبره على شبت. طبعا بقولها لكم بطريقتي. وبعدين حطيت كمان بصله، وصفيت الميه بتاعتهم جدا جدا، وحطيت فص او فصين توم زي ما انتم شايفين مهروسين، وحطيت البهارات ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه. وكمان حطيت لو عندك بابريكا بتحطي بابريكا. وطبعا ايه بتظبطي الدنيا كده. وبعدين بعملها بقى في المطحنه زي ما انتم شايفين او في الكبه، وبهرسها كويس جدا 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 لغايه ما اوصل للتسميغه بتاعه الكفته الجميله اللي احنا متعودين عليها. هبدا بقى بعد كده ان انا ابططها واقرصها. عملت جزء زي الكوبيبه الغمراوي كده قراص، وعملت جزء زي كفته الرز متصبعه عادي وحمرتها في الزيت علشان ناكلها مع بعض. وبعدين جهزت بقى عشان اعمل صينيه جلاش باللحمه المفرومه. عملت بقى صينيه الجلاش باللحمه المفرومه، وحطيت كده نص اللفه، وبعدين دهنتها بالسمنه على لبن. وبعدين طبعا انا بسلق الكوبيبه هنا اهيت في شوربه بقى، تسلقيها في شوربه، تسلقيها في التصفيه بتاعه البصل دي تحطيها برضو على الشوربه بتدي طعم، وهكذا. وبعد كده حطيت طبقة من اللحمة المفرومة والجبنة الموتزاريلا زي ما شفتوا. وبعدين نزلت صليت العيد، وبعدين جيت حمرت وبدأت ان انا اغرف بقى او احمر الجلاش. يعني انا ما حمرتش الجلاش، سبته متقطع وجاهز كده لغاية ما رجعت من الصلاة. كل سنة وانتم طيبين. وبعدين بدأت بقى احمره واحمر الكفتة، والكوبيبة كمان حطيتها اهيت. وكان احلى فطار مع مثلا كوباية شاي مع حاجة بيبسي مثلا او حاجة. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي.